واهلا بيكم في قصة جديدة وملخص جديد. حكايتنا النهاردة مليانة شوية حركات اكشن وشقلباظات من اللي قلبك يحبهم، وكمان يا سيدي فيها شوية رومانسية وحب من اللي انا وانت بنحبهم. فكمل معايا للاخر علشان ما تفوتش اي حركة اكشن كده ولا كده. وقبل ما نبدأ يا ريت تدعمنا بلايك وكومنت لذيذ وتشترك في القناة، عشان دعمكم ده هو اللي بيشجعنا ويخلينا نكمل ونستمر. وبس كده يلا بينا. بتبدأ حكايتنا مع عيد اللي بسم الله الرحمن الرحيم كده في بداية الأنمي بيطرد من فرقة الأبطال، وأول حاجة قالها له القائد: إحنا خلاص ما بقيناش محتاجينك، ووجودك ما بقاش مهم في الفريق معانا. رين من الصدمة مش عارف يقول إيه، فبيسأل القائد: طب أنا عملت إيه عشان تطردوني؟ ردت عليه بنت صفرة من جواها كده وقالت له: المصيبة إنك ما بتعملش حاجة، وجودك معانا ملوش أي 30 لازمة زي قلتك، ودورك كمروض وحوش ملوش قيمة. رين بيسمع الكلام وهو مصدوم، وبياخد بعضه ويمشي وهم بيضحكوا عليه. بعدها بيقعد في مكان كده وبيفضل يفكر: طب أنا هعمل إيه في حياتي بعد ما خسرت كل حاجة، شغلي وبيتي وحياتي؟ وفي أثناء ما هو بيفكر بيجي شوية أطفال بيحبوه، فبيسألوه: هو أنت هتطلع مهمات إمتى؟ رين ما بيعرفش يرد عليهم وبيتوه في الكلام. الأطفال بيطلبوا منه إنه يعمل لهم عرض، فبيوافق وهو مبسوط، وبيعمل العرض على نسر طاير وبيخليه يقدم لهم التحية. الأطفال بيفرحوا قوي وبيقولوا له إن هم هيطلعوا مروضين وحوش زيه لما يكبروا. وين كان مبسوط قوي من اللي بيسمعه، وبيسمع طفل منهم بيقول إن هو هيبقى مغامر لما يكبر. رين عجبته الفكرة قوي، فراح يقدم في النقابة علشان يبقى مغامر. والبنت اللي هناك بتقول له: قبل ما نديك الرخصة علشان تبقى مغامر لازم نعمل لك اختبار، والاختبار هيكون إنك تقتل 10 غيلان وتجمع 10 أعشاب طبية. رين قال لها: بس كده تمام. فبيطلع يجري على الغابة وبينجح بكل سهولة إن هو يقتل ال10 غيلان ويجمع الأعشاب اللي هم عايزينها، والدنيا لحد هنا ماشية تمام قوي. بس فجأة بيسمع صوت بنت بتصرخ جوه الغابة، فبيرمي كل حاجة في ايديه وبيجي على مصدر الصوت علشان يلحق البنت. وأول لما بيوصل بيلاقي النمر بيهجم على بنت وخلاص هيقضي عليها، فبيطير عليه علشان يكسره، بس للأسف السكينة بتاعته هي اللي بتتكسر. النمر اتعصب جدا، وبدل ما كان هيقتل البنت راح على رين علشان يقتله هو. رين بيقول: مش مهم اموت، اهم حاجة البنت تنجو بحياتها وتهرب من هنا. بس بالعكس بنلاقي البنت ما هربتش وبتجمع كل قوتها وبتطير في الجو وبتنزل على النمر وتبططه في الارض. رين واقف مصدوم ومش عارف القوة دي جات لها ازاي، فبيبص لها ويركز معاها وبيعرف كل حاجة، وبيعرف ان البنت دي بتمتلك قوة روح القط، ودي قوة قوية جدا ونادر وجودها في العالم. بتعمل ايه هنا دي؟ ولسه متنح لها وبيلاقي النمر بيختفي والبنت دي بتقع من عليه، فبيجي عليها بكل سرعته وبيلحقها وبيقول لها وهو مخضوض: مالك؟ البنت بترد عليه وبتقول له: انا جعانه. رين واقف مزبهل ومش فاهم حاجه، بس بيجيب لها الاكل. البنت بتاكل وبتظبط الزباطيط و100 فل و10، وبتبدا بتعرفه على نفسها وبتقول له ان اسمها كناري. فرين بيسالها: انت بتعملي ايه هنا؟ فكناري بتقول له: علشان افراد الفصيله بتاعتنا قليلين جدا، فاحنا بنعيش لوحدنا في الجبال، والحياة في الجبال صعبة جدا وأنا ما قدرتش أستحملها، وعشان كده قررت إن أنا أسيبهم واكتشف العالم وأدخل في مغامرات جديدة. بس يا سيدي احكي لي أنت بقى إيه اللي جابك هنا؟ رين بيبدأ يحكي لها على كل اللي حصل وعلى اللي فرقة الأبطال عملوه فيه. كان ساعتها بتتعصب جدا وبتبدأ إن هي تشتم القائد والفريق بتاعه كله. رين أول لما بيشوفها اتعصبت علشانه بيفرح جدا وبيبدأ يشكر فيها. كناري كمان كانت مبسوطة جدا وطلبت منه إن هو يروضها. رين سمع الكلمة وهو مصدوم، بيقول لها: روضك إزاي يعني؟ أنت الفصيلة بتاعتك فصيلة نادرة وقوية جدا، وأنا قوتي على قدي، فأكيد يعني مش هينفع. كناري قالت له: لأ أنت مش فاهم، أنا أول لما شفتك جسمي كله ترعش وحسيت بحاجة غريبة جدا، أنت قوي جدا وهتقدر إن أنت تروضني. رين بيفكر وبيقول إن أنا لو قدرت أروضها هتكون مساعدة كبيرة ليا، بس أنا خايف أكون كده بستغلها، أنا عايزها بس تكون معايا مش عاوز حاجة تاني. بس في الآخر بيبدأوا إن هم يعملوا طقوس العقد والعقد بيتفعل. كناري بتفرح جدا وبتقول له: إحنا كده أرواحنا بقت متصلة ببعض للأبد. لأن هو كمان بيكون مبسوط وبيسلم عليها وبيستعدوا هما الاتنين لبدء مغامرات جديدة مع بعض. وركز معايا بقى عشان إحنا داخلين على التقيل. بيروح بعد كده رين على النقابة وبيدي للبنت اللي هناك الحاجات اللي هو جمعها. البنت بتبدأ تهنيه وبتقول له: أنت كده فهمي نظمي رسمي بقيت مغامر. رين بيبقى مبسوط جدا والبنت بتديله المكافأة. بعدها بيروح على كناري اللي بتكون مبسوطة بيه جدا وبتبدأ تبارك له إنه بقى مغامر. بس في الوقت ده واحد من اللي موجودين في النقابة بيشوف كناري وبيعجب بيها، فبيروح عليها علشان يكلمها.
بس كناي ما بتدلوش وش. ريم بيحاول يوزعه بالطريقة بس الواد بيتعصب عليه وبيشتمه وبيقول له اطلع انت من الحوار ده. كناي ساعتها بتتعصب جدا وبتقول له اوعى تشتمه، انا وهو فايق مع بعضينا. الراجل بيبدأ يضحك باستهزاء وبيقول لها انت مع الضعيف ده؟ كناي بتقول له لا ده مش ضعيف، ده ممكن دلوقتي يطبق لك وشك. الراجل بيقول لها خلاص ماشي، خليه يلعبني ريست ونشوف مين اللي هيطبق وش التاني، ولو كسبني انا هبعد عنكم، اما لو انا كسبت انت هتبقي بتاعتي انا. ريم بيتعصب جدا من اللي قاله الراجل وبيروح عليه وبيبدأوا ان هم يمسكوا ايد بعض علشان يلعبوا. وفي ثانية الا ثانية ريم بيكون مكسر دراع الراجل والترابيزة اللي تحتيهم كمان. وبنعرف ان بعد ما عمل العقد مع كناري بقى عنده طاقة زي اللي عندها بالظبط. ده كده 100 فل و10. البنت بتاع النقابة بتروح عليهم وبتبدأ ان هي تعتذر لهم عن الراجل ده عمله، فبيقولوا لها خلاص ولا يهمك، وبيروحوا هم علشان يشوفوا مهمتهم. واثناء ما هم في الغابة كناري بتسمع صوت غريب جدا، واول لما بيروحوا على مصدر الصوت بيلاقوا عصابة كبيرة ملموم على تاجر عجوز وشكلهم هيخلصوا عليه. كناري بتعرف العصابة دي وبتقول لرين دي عصابة خطيرة جدا. رين قال لها بس لازم نلحق الراجل. كناري قالت له يلا بينا، وطاروا هما الاتنين يهجموا على العصابة. كناري راحت على التاجر عشان تطمن عليه، ورين شغال ضرب شمال في يمين وفين يوجعك ومحدش قادر عليه. كناري واقفة بتتفرج عليه ومش عارفة تبعد عينيها عنه، وبتقول هو ايه اللي بيحصل؟ انا مالي مشدودة ليه كده ليه وقلبي بينبض بسرعة؟ ووشها هو كمان بيبدأ يحمر، وشكلها كده الصنارة غمزت وبدأت تحب. رين بعد ما بيفنش العصابة كلها بيروح عليها وبيقول لها هو مال وشك احمر كده ليه؟ كناري قالت له لا مفيش حاجة، ما تشغلش بالك، بس قولي انت ضربت العيال دول كلهم ازاي؟ فرين قال لها عشان انا مروض وحوش فلازم اتدرب على القتال كويس جدا علشان لو بروض وحوش خطيرة ولا حاجة. كناري قالت له ماشي. وبعدها بيروحوا على التاجر وبيسألوه ايه اللي مخليك مسافر لوحدك يا عم الحاج؟ الدنيا ما بقتش امان زي الاول. الراجل العجوز بيقول لهم ان هو كان مأجر 3 معاه، اول لما شافوا العصابة خدوا ديلهم في اسنانهم وقالوا يا فكيك. ريم بيقول له خلاص يا عم الحاج، المهم ان انت كويس. الراجل العجوز بيقول له انتوا لازم تهربوا من هنا بسرعة علشان العصابة دي عصابة كبيرة جدا، ولو عرفت باللي انتوا عملتوه مش هيسيبوكم غير لما يخلصوا عليكم. ريم بيقول له يبقى لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. وفعلا ريم بياخد كناري وبيروح على المكان اللي العصابة مستخبية فيه. ريم بيبدأ يوجه كلامه لكناري وبيقول لها ارجع على المدينة وخلي الفرسان كلهم يجوا هنا علشان يلموا الجثث. كناري بتسمع كلامه وبتروح فعلا على المدينة. ريم بعدها بيجيب نحلة كده وبيبدأ ان هو يروضها، والنحلة دي لو قرصت واحد بتخليه يفقد أعصابه لمدة 12 ساعة. على الناحية التانية بقى بنعرف ان ال3 اللي سابوا العجوز وهربوا هم اصلا اعضاء في فرقة الابطال اللي رين اتطرد منها. البت الصفرا بتبدأ توجه كلامها لواحد من اللي هربوا وبتقول له انت ازاي ما مسحتش الغابة كلها كويس عشان نعرف ايه اللي فيها؟ مروض حيوان واحد بس وفاكر ان هو هيعمل حاجة؟ يا اخي اقل واجب كنت روضت 10. الواد بيتصدم جدا وبيقول لها اروض 10 ازاي؟ دي حاجة مستحيلة جدا، واكتر واحد اعرفه ان هو روض وحوش كان مروض 2 بس. البت ساعتها بتبدأ تفتكر رين اللي كان بيروض اكتر من 20 حيوان في وقت واحد وبيتحكم فيهم بكل سهولة. البت بتتعصب على الواد جدا وبتقول له اجري خلص المهمة بدل ما اخلص عليك حالا. الواد بيتعب وبيسيبها ويطلع يجري. في الوقت ده بقى رين ما روضش وحش ولا 20، ده روض 100 وحش وخلاهم كلهم يهجموا على العصابة، وكل العصابة وقعت على الأرض فقد أعصابها. وفي الوقت ده كناري بتوصل ومعها الفرسان وبيبدأوا يجمعوا في العصابة ويحبسوهم. بس فجأة بيلاقوا وحش ضخم جدا بيهجم عليهم وبيكسر في كل حاجة قدامه ومش سايب حد على الأرض. بس أكيد رين وكناري مش هيعدوها له كده بالساهل. رين بيطير على واحد منهم وبيديله بوكس وبيشقلطه، وكناري بتطير على التاني وبتخليه يحصل صاحبه. بس الوحوش عمالة تكتر وبتطلع من كل حتة. رين ساعتها بيطلب من كل الناس ان هم يطلعوا بره الكهف، وهو وكناري هيخلصوا على الوحوش ويحصلوهم. الناس كانت واقفة وقلقانة عليهم بس بعدها بيوافقوا وبيطلعوا. رين وكناري بيجروا على الوحوش وبيجمعوا كل قوتهم وبينزلوا على الوحوش شمال في يمين هوب دبل كيك وفين يوجعك. الناس في الوقت ده كانوا واقفين بره وقلقانين جدا على رين وكناري. بس في الوقت ده رين وكناري بيطلعوا من الكهف بعد ما قضوا على كل الوحوش وخلصوا عليهم. الناس أول لما بيشوفوهم بيفرحوا جدا وبيجروا عليهم. رين وقتها بيبدأ يفتكر في حاله من كام يوم وحاله دلوقتي، وبيقول لكناري انت السبب في كل ده، وبيبدأ ان هو يشكرها. وكناري وقتها بتبصله وبتفرح جدا من كلامه. وبيعدي اليوم وبيروح النقابة وبيقبضوا المكافأة، وبيبدأ ان هو يدور على مكان يبات فيه هو وكناري، وبيروحوا على فندق ومش بيلاقوا فيه غير أوضة واحدة فاضية. رين وقتها بيكون مكسوف جدا من كناري ومش عايز ينام معاها في نفس الأوضة،
فبيلم حاجته وبيطلع علشان ينام بره. بس قبل ما يطلع كناي بتلحقه وبتمسك ايده وبتقول له رايح على فين؟ انت هتنام هنا. ريم بيقول لها ما ينفعش، مهما كان انت بنت وانا راجل، احنا لسه عارفين بعض امبارح وما ينفعش تثق فيا بالسرعه دي. كناي بتقول له انا وثقت فيك علشان حسيتك شبهي وشخص طيب، انا مش هبل عشان اثق في اي حد كده وخلاص، وبعدين انت السيد بتاعي وما ينفعش اسيبك تنام بره. ريم بيقتنع بكلامها وبيقول لها خلاص ماشي هنام هنا. واثناء ما هم نايمين كناي بتفضل تبص لريم وبتفتكر كل الاحداث اللي حصلت لها، وبتفتكر كل الناس اللي حاولوا يستغلوها ويستغلوا قوتها، وبتفتكر كمان كل اللحظات الصعبة اللي عاشتها. وبعدين بتفتكر رين اللي انتشلها من كل ده وكان بيتعامل معاها علشانها هي مش علشان يستغل حاجة فيها، وكانت مبسوطة جدا وهي بتفكر فيه. تاني يوم بيروحوا على النقابة والبنت بتاع النقابة بتقول لهم في مهمة صعبة وخطيرة، في وحش على الجسر الكبير عمال يخلص على كل الناس ومحدش قادر عليه، واللي هينجح ان هو يخلص على الوحش ده ليه مكافأة كبيرة جدا. رين عشان مادي حقير أول لما بيسمع سيرة المكافأة بيوافق على طول، وبياخد كناري وبيروحوا على الجسر وبيبدأوا يدوروا على الوحش. كناري أول لما بتبص في السماء بتشوف تنين ضخم جدا، أول لما بتشوفه بتترعب جدا، وفجأة التنين بيشوفهم وبينزل على الأرض قدامهم. بعد ما التنين بيشوفهم وبينزل على الأرض فجأة بيتحول لبنت وبتقول لهم كويس إن انتوا جيتوا علشان كنت مستنية أي حد أتسلى عليه، بس قبل ما أتسلى أحب أعرفكم بنفسي، أنا تانية شبيهة التنين، واحدة من أقوى الفصائل على الأرض. رين أول لما بيسمعها بيتصدم جدا وبيسألها سؤال ساذج كده وبيقول لها هو أنت اللي بتقضي على الناس اللي بتيجي هنا؟ فبتقول له أيوه أنا اللي بعمل كده، ودلوقتي يجي دوركم انتوا علشان أخلص عليكم. وبتهجم على رين بكل قوة، بس رين بينجح إن هو يصد الضربة بتاعتها. فتانية بتقول له الله ده أنا كده عاملك معاملة خاصة بقى، وبتهجم هجمة تانية بس المرة دي بتطلع نار من بقها وبتيجي في كناري ويا عيني ديلها بيولع. فكناري بتتعصب جدا وبتبدأ إن هي تهجم عليها بكل قوة، ورين في الوقت ده بيستغل الفرصة وبيطير علشان يقضي عليها، بس تانية بتاخد بالها وبتمسكهم هما الاتنين وبتلاعبهم دوخين يا لمونة وبترميهم في الجو، وبتستعد خلاص إن هي تديهم الضربة القاضية وهم طايرين في الهواء. بس طبعا رين ده البطل والمخرج مش عايزه يموت دلوقتي، فبينجح إن هو يتفادى الضربة هو وكناري، وبيقول لها وفريلي 3 دقايق بس وأنا هخلص عليه. كناري بتقول له خلصانة يا معلم، وبتروح على تانية وبتبتدي المعركة معاها. رين في الوقت ده بيبدأ إن هو يروض طائر موجود في السماء، وبعد ما بيخلص بيرجع على تانية بتقول له ها هتستعجل ونخش جولة مع بعض؟ رين بيقول لها لا انت مش من مستواي، انت هتدخلي جولة مع دول. وفجأة بتلاقي طيور كتير جاية من السماء وبتهجم عليها. فتانية بتقول له ايه اللي انت بعتهم دول يا حمادة؟ انت فاكر ان دول هيعملوا لي حاجة؟ وقبل ما تخلص كلامها بتتقلب على وشها على الأرض. رين بيقول لها الطائر ده القصة منه بتخدر الجسم كله وما تخليهوش يتحرك، وانت دلوقتي مش هتعرفي تحركي شعر حتى منك. تانية وقتها بتعترف بالهزيمة وكناري بتفرح قوي وبتطير على رين تحضنه. وبعدها بيروحوا على النقابة وبيبلغوهم ان هم خلصوا خلاص على الوحش اللي على الجسر. البت بتاع النقابة بتقول لهم عاش عليكم يا أبطال، هنديكم المكافأة بس بعد ما نتأكد الأول من ان انتوا خلصتوا على الوحش فعلا. وبتبص على تانية وبتقول له مين دي؟ تانية بكل فشخرة بتبتدي تعرف نفسها، بس رين بيلحقها وبيكتم بقها وبيقول للبت دي تبع انا ما تشغليش بالك. وبيطلعوا بره ورين بيبدأ يفهم تانية ان الناس دي لو عرفت ان هي الوحش مش هيسيبوها في حالها، وبيقول لها احنا كده مشوارنا خلص وانا مش عايز منك حاجة، الطريق اللي هناك ده هيوديك على بلد تانية جنبنا، حاولي تعيشي هناك بس ما تأذيش حد. تانية بتقول في نفسها الواد ده طيب قوي، وبتجري عليه وبتقول له بس انا هفضل معاكم ولا انت مش عايز تشوفني تاني؟ رين بيتصدم من كلامها وكناري كانت هتشيط وتولع، بس في الاخر رين بيوافق ان هي تكون معاه، وبيبدأ ان هو يفعل معاها العقد زي ما فعلوا مع كناري، والدنيا معاهم بتبقى 100 فل و10. على الناحية التانية بقى فرقة الأبطال بيكون معاها حكاية، وهي إنهم بيكون بقالهم فترة بيحاولوا يعدوا غابة الوهم بس مش عارفين. والبت الصفرا بتقول مش هين لو كان معانا دلوقتي كان روض الوحوش وخلانا نعدي في ثانية إلا ثانية. القائد أريوس ساعتها بيبتسم ابتسامة كده ما كانتش عجباني وبيقول وفيها إيه؟ ما نرجعه تاني، هو أصلا عيل مهزأ وما هيوافق يرجع لنا تاني، مش قلتلكم الضحكة دي مش مريحاني؟ في الوقت ده بقى رين وفريقه بيكونوا في مهمة في الغاب، والمهمة هي إنهم يقضوا على شوية حشرات صغيرة كده بتخلص على محصول الزرع، والحشرات دي بيكون سهل على أي حد إن هو يقضي عليها، بس المشكلة إن هي عددهم كبيرة جدا ومش سهل أي حد يوصل لهم. رين بيفضل شوية يدور عليهم بس في الآخر مش بيلاقيهم، وآخر ما بيزهق بيستدعي عصفور وبيدخل جوه وعيه وبيطير يدور عليهم، وبعد شوية لف بينجح إن هو يلاقيهم.
وأول لما بياخد فريقه وبيروح عليهم، تانية بتطلب من رين إن هو يضربهم بالنار. رين بيقول لها أنا مش هعرف أعمل كده، أنا مستواي ضعيف جدا ومش هعرف أعمل حاجة زي دي. تانية قالت له يا عم جرب، ما تشغلش بالك. وفعلا أول لما بيجرب بيلاقي نفسه ضرب نار كبيرة جدا وقضى على الحشرات كلها في ثانية إلا ثانية. تانية بتقول له يا باشا احنا من ساعة ما عملنا العقد وانت بقيت تملك نفس القوة اللي أنا بملكها. رين بيقول في نفسه ده كده عظمة قوي. وبعدها بتبدأ تانية إن هي تدربه على استخدام القوة، وكانت هتشد في شعرها منه بس في الآخر اتعلم. بعدها رين بياخدهم ويطلعوا على النقابة عشان يستلموا مكافأة القضاء على الوحوش، وبعدها بيقرر يروق عليهم وبيعزمهم على الأكل بمناسبة انضمام تانية ليهم، وكانوا طايرين من الفرح. كناي بتبدأ تسأل رين عن سر قوته في ترويض الوحوش. رين بيكون متردد شوية إن هو يتكلم، بس في الآخر بيقرر يحكي لهم على كل حاجة. وبيقول لهم القرية اللي أنا كنت عايش فيها وأنا صغير كانت مليانة مروضين وحوش، حتى أبويا وأمي برضه كانوا مروضين وحوش. وفي يوم سبتهم شوية وطلعت على الغابة علشان ابتدي اتدرب شوية وازود في قوتي، بس الوقت سرقني ومخدتش بالي غير والدنيا معتمة. وأول لما رجعت على القرية لقيتها كلها بتولع وكل الناس اللي فيها ماتوا. ما كنتش عارف أعمل إيه، ففضلت واقف مكاني لحد أما في جنود جم وخدوني، وخدتني إحدى العائلات وربتني، بس كنت بضطر إن أنا أشتغل كل يوم عشان أجيب رزق. وفي يوم أيوس وفرقة الأبطال شافوني وعرضوا عليا إن أنا انضم ليهم. كنت ساعتها فرحان جدا ومتنبئ بمستقبل باهر، بس للأسف طلعوا كانوا بيستغلوني، كانوا بيعاملوني زي العبد، أشيل وأحط في الحاجة بتاعتهم وأراقب لهم المكان وهم نايمين. وفضلت على الحال ده فترة بدون أي تغيير لحد أما جه في يوم طردني من الفرقة. وبعدها قابلتكم انتوا الاتنين. كناي وتانية وقتها ابتدوا إن هم يطبطبوا عليه ويواسوه بالكلام. رين بيسمع كلامهم وهو متأثر والدمعة كانت هتفرق من عينيه. كناي وتانية بيقولوا له بس يا معلم احنا لو شفنا فرقة الأبطال دي هنعمل معاها الجلاشة، وبيفضلوا يضحكوا واليوم بيخلص على كده. تاني يوم بقى بيكون عندهم طلعة عشان يقتلوا شوية غيلان. تانية وكناي بيكونوا بيتنافسوا مين اللي هيقتل غيلان أكتر. ريم بيبدأ يحذر تانية وبيقول لها ما تتوغليش لجوه علشان ما يحصلكيش حاجة. تانية قالت له يا عم ما تقلقش، محدش يقدر يعمل لي حاجة. وفضلت تخلص على كل الغيلان ومحدش قادر يوقفها. بس فجأة غول بيمسك رجليها وبيوقعها على الأرض. تانية في ثانية إلا ثانية بتطلع نار من إيديها وبتخلص عليه، بس وهي مش واخدة بالها في غول بيطلع من وراها وكان خلاص هيقضي عليها، بس ريم بيتدخل في آخر لحظة وبياخد الضربة في دراعه. تانية وقتها بتتضايق جدا علشان ما سمعتش كلام ريم، وبعدها بيرجعوا للنقابة علشان يسلموا الأحجار وياخدوا المكافأة. بس تانية كانت واخدة ركن على جنب لوحدها وعمالة تأنب في نفسها وبتقول أنا السبب إن هو اتعور علشان ما سمعتش الكلام. وبتعدي من جنبها بنت صغيرة وبتقول لها مالك في إيه؟ تانية بتقول لها أنا غلطت غلط كبير. البنت بترد عليها وبتقول لها أمي كانت دايما تقول لي اللي بيغلط لازم يعتذر، وبعدها بتسيبها وتمشي. ريم في الوقت ده بيدخل عليها. تانية بتبدأ تعيط وبتعتذر وبتقول له حقك عليا إن أنا ما سمعتش كلامك وكنت سبب إنك تتعور. ريم بيقول لها أنت زعلانة عشان كده؟ ولا يهمك، حصل خير. الغلط مش إن إحنا نعمل الغلط، الغلط إننا نكرر نفس الغلط. خدي بالك المرة الجاية يمكن ما كنش معاكي. تانية بتبدأ تتأثر بكلامه بس بتكون فرحانة إن هو مش زعلان منها. وبيرجعوا بعدها على البيت ويناموا وبرضه في أوضة واحدة عشان تقريبا مفيش في البلد غير الأوضة دي. تاني يوم ريم بياخد فريقه وبيروحوا يشوفوا المهمات اللي وراه، بس فجأة ريم بيبص قدامه وبيلاقي آخر حاجة هو نفسه يشوفها دلوقتي، فريق الأبطال واقف قدامه. ريم من الصدمة القطة كلت لسانه وما كانش عارف يتكلم. تانية وكناي مش فاهمين مين دول أصلا، فريم بيقول لهم يلا بينا من هنا. لسه هيتحركوا أريوس بيقول لرين على فين يا حبيبي، ولا نسيت العيش والملح اللي بينا؟ ما كانتش كلمة دي قلناها لك يعني يا عم رين، عديها. تانية وكناي وقتها بيفهموا إن دول فرقة الأبطال وبيتضايقوا جدا، وأريوس في الوقت ده بيركز معاهم وبيتصدم جدا إزاي اتنين من أقوى الفصائل ماشيين مع رين. رين بيقول له عايز إيه يا أريوس، مش فضيناها سيرة وخلاص؟ أريوس بيقول له بص يا سيدي أنت تعرف غابة الوهم صح؟ رين بيقول له أيوة عارفها. أريوس بيقول له إحنا بقالنا فترة بنحاول نعديها ومش عارفين، إحنا مفتقدينك ومفتقدين حد يخلي الوحوش تساعدنا ومفتقدين حد يشيلنا الأمتعة برضه. رين بيتعصب جدا وبيقول له تبقى عبيط لو فاكر إن أنت بالكلمتين دول هتخليني أوافق إن أنا أرجع لك.
يلا يا بنات نمشي من هنا، مش عايزين نضيع وقتنا. بس وهم ماشيين بنت من فئة الأبطال بتبدأ تكلمه وتقوله الغابة دي فيها ترس الحقيقة، ودي أداة مهمة جدا هتساعد القائد إن هو يهزم قائد الشياطين، وإنت لو موافقتش تساعدنا هتكون السبب في موت أرواح كتير. وطبعا هم بيقولوا له الكلمتين دول علشان عارفين إن هو طيب وعايزين يمسكوه من إيديه اللي بتوجعه. وفعلا رين ساعتها بيتأثر من كلامها وبيتضايق جدا، وقال لهم أنا موافق إن أنا أجي معاكم. بس في الوقت ده الظاهر إن تانيا وكناي ليهم رأي تاني. كناي بتقول لهم انتوا هزقتوه من فترة وطردتوه وجايين دلوقتي تطلبوا مساعدته، بس اللي يطلب حاجة يطلبها باحترام، اركعوا دلوقتي واعتذروا له. عظمة على عظمة يا كناي. أريوس ساعتها بيتعصب جدا وبيقول لها انت فاكرة ان قائد زيي هيعتذر لعيل خيخة وتافه زي ده؟ تبقي بتحلمي. وانت يا عمرين لم حشراتك دي، هم من أقوى الفصائل بس في الآخر حشرات وممكن أفعصهم برجلي. رين بيتضايق جدا ومن غير ما يقول ولا كلمة بيديله بالبوكس وبيطيره في الهواء، وبيقول له الاتنين دول تبعي ولو غلطت فيهم هوريك اللي عمرك ما شفته. أريوس ساعتها بيتعصب جدا من كلامه وبيقول له طب بص بقى يا عمرين، احنا هندخل تحدي فريقك ضد فريق واللي هيخسر يبقى ملك للتاني. رين بيقول له اتفقنا، وبتبدأ المعركة. كناي هتواجه واحد أقرع كده وبسيف، وتانية هتاخد بنتين كده وتتسلى بيهم، ورين بقى حكايته هتبقى مع القائد أريوس. تفتكر بقى مين اللي هيكسب التحدي ده والفريق التاني يبقى ملك ليه للأبد؟ وقفنا المرة اللي فاتت بعد ما القائد أريوس اتفق هو ورين إنهم يدخلوا قتال مع بعض، واللي هيكسب هو اللي هيملك الفريق التاني، وبتبدأ المعركة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل والكومنت اللذيذ وتشترك في القناة، وما تنساش ان دعمك ده هو اللي بيحمسنا علشان نكمل. وما تنساش برضه تشوف الجزء الاولاني من الملخص واللي هسيبهولك في اول كومنت. وبس كده يلا بينا. القتال هيبدأ كالتالي. كناي هتواجه الراجل الأقرع ابو سيف ده، وتانية هتتكفل بالبنتين دول. اما نهائي الشامبيونز بتاعنا بقى هيكون بين رين والقائد أريوس. يا ترى مين اللي هيحط على التاني ويملكه للأبد؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. كناي ما بتستناش وبتهجم على الواد بكل قوتها ومن كل حتة، والواد مش عارف يعمل معاها أي حاجة، بس مرة واحدة بيجمع كل قوته وبيحاول يهجم عليها، بس كناي بتصدها بطراطيف صوابعها. الواد بيتعصب جدا وبيبتدي يجمع قوة رهيبة في السيف بتاعه. كناي بتبصله بكل استهزاء وبتطير عليه وهوب دبل كيك بتشقلطه في الهواء. نروح بقى لتانية اللي بتبدأ تستفز في البنتين وبتقول لهم هتعرفوا تسدوا معايا ولا هتفرهدوني على الفاضي. العيال بيتعصبوا جدا وبيهجموا عليها بكل طاقتهم، بس تانية بحركة واحدة من صابعها بتصد هجماتهم. العيال اتصدموا جدا. تانية بتضحك عليهم وبتقول لهم ايه يا بنات ما تشدوا حيلكوا كده شوية. العيال اتعصبوا اكتر وبدأوا يهجموا عليها بتعويذ كتيرة من كل حتة، بس كل ده بدون فايدة، وتانية برضه بتصدها بكل سهولة. البنات بدأوا يكرروا هجماتهم تاني بس برضه بدون فايدة، وبيقعوا على الأرض ومش عارفين يعملوا ايه معاها. تانية بتقول لهم أبدأ أنا بقى، وبتبدأ تفعل التعويذة بتاعتها وبيخرج حواليها طاقة كبيرة. العيال أول لما بيشوفوا المنظر بيترعبوا جدا ودمهم بينشف في جسمهم، بس تانية ما بتقدرش تكمل هجومها عليهم وبتقول لهم كفاية عليكم كده. وبكده ما بقاش فاضل غير قتال رين وأريوس. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بس قبل ما نشوف اللي هيحصل انا حاسس كده ان انت لسه محطتش اللايك، ما تحط اللايك يا اخي. أريوس بيبدأ يستفز رين وبيقول له ودع حبايبك بقى علشان هنخلص عليك دلوقتي، بس رين ما بيخليهوش يخلص كلامه وبيديله بوكس وبيطيره. أريوس بيتعصب جدا وبيبدأ ان هو يهجم عليه بالسيف بتاعه، وطبعا هو ماهر جدا في استخدام السيف فبيقدر ان هو يصيب رين. بس طبعا رين ده البطل بتاعنا فان شاء الله هيقدر يسد قدامه. رين فجأة بيديله بوكس في بطنه وبيوقعه على الأرض. أريوس لسه ما فاقش من البوكس الأولاني، رين بيديله بوكس تاني. أريوس مصدوم جدا وبيقول له انت جبت القوة دي كلها منين؟ رين بيقول له دي قوتي اللي انت استهزأت بيها، اتفرج بقى واستمتع باللي هعمله فيك. وهوب بيديله ضربة وبيطيره. أريوس اتعصب جدا وبيستخدم تعويذة البرق وبيهجم بيها على رين، بس رين بيصدها بسهولة وبيهجم عليه بالتعويذة اللي اكتسبها من تانية. أريوس بيقول له التعويذة دي مش هتسد معاك مع اللي عامله فيك دلوقتي، وبيبدأ ان هو يهجم عليه بكمية تعويذ رهيبة جدا. رين بيفادي كل هجماته بس بصعوبة، بس شكله كده بيعمل لأريوس كمين. أريوس لسه هيبتدي الهجوم تاني بيلاقي نفسه واقع على الأرض. رين بيقول له انت نسيت ان انا مروض وحوش ولا ايه؟ وبنعرف ان رين كان سايب أريوس يضربه بمزاجه وكان مركز مع الحشرة دي وخلاها تراسه.
ايوس ساعتها بيقع على الارض وبيبدأ ان هو يتوسل لين انه يعفو عنه. لين قال له انت غلطت في صحابي ودي حاجة مش ممكن اسامح فيها ابدا، وهوب بيديله بوكس بيكسر بيه الارض تحتيه. تانيا وكناي بيفرحوا بيه جدا وبيجروا عليه يحضنوه، وتانيا بتجمع فرقة الابطال وبتخليهم كلهم يعتذروا لرين. ايوس بعدها بيبدأ يحكي لرين عن ترس الحقيقة، واللي بيكون موجود في غابة اسمها غابة الضياع، وبيقوم على حمايته وحش كبير. رين بيقول له ما تشغلش بالك، سيب موضوع الوحش ده عليا. وفعلا بياخد البنات ويطلعوا على الغابة علشان يجيبوا الترس. تانية قالت لرين احنا نحرق الغابة كلها علشان نعرف نلاقي الترس بسهولة، بس رين طبعا رفض، وبيستدعي عصفور وبيدمج نفسه جوه دماغه وبيروح يدور على الترس. وفعلا بيعرف المكان وبيرجع للبنات علشان يمشوا في طريقهم للترس. بيفضلوا ماشيين لفترة كبيرة بس بيلاقوا نفسهم بيلفوا في دايرة وعمالين يرجعوا لنفس المكان تاني. تانية بتقول لهم أنا حاسة كده إن في حاجة غلط، فبتقرر إن هي تستدعي تعويذة كبيرة علشان تعرف المشكلة جاية منين. التعويذة بتوديهم لمكان شجرة كده، وبتكون الشجرة دي هي السبب إن هم عمالين يلفوا في دايرة مقفولة. تانية بتقول له الشجرة دي هي اللي بتعمل فينا كده ولازم نكسرها. كناي بتقول لهم سيبوا حوار تكسير الشجرة ده عليا أنا، وبتاخد وضعيتها وبتستعد خلاص إن هي تكسر الشجرة. بس مرة واحدة بتسمع صوت بيزعق فيهم وبيقول لهم امشوا من هنا. كناي بتترعب جدا وبتروح تستخبى ورا رين، وبيبصوا بيلاقوا جنية طالعة لهم من الشجرة. كلهم واقفين مصدومين ومش مصدقين. رين بيحاول يتكلم معاها بس هي ما بتسمعلوش وبتقول له امشوا من هنا، فبيحاول يفهمها تاني ان هما بيدوروا على ترس الحقيقة، برضه ما بتسمعلوش وبتقول له امشوا من هنا. رين لسه هيتكلم تاني لقى الجنية بتحاول ان هي تهجم عليه، فبياخد البنات وبيقولوا يا فكيه. بيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا للغابة وهم مش مصدقين اللي هم شافوه، وبيقعدوا يفكروا هم هيعملوا معاها ايه، لحد ما ريم بيقرر ان هم يرجعوا للجنية دي ويتكلموا معاها تاني. ريم فعلا بيرجع للجنية وبيتكلم معاها ويقول لها حاولي تسمعيني وشوف انا عايز اقول ايه. لكن الجنية كانت متعصبة جدا وقالت له انت شكلك عايز تدفن مكانك. ريم قال لها احنا مش جايين نعمل مشاكل، احنا جايين نتكلم بكل هدوء. بس البت ما بتسمعلوش وفعلا بتفعل تعويذة وبتهجم عليه، بس رين بيفضل ثابت مكانه وما بيتحركش. الجنية استغربت جدا وقالت له هو انت ما جريتش ليه؟ رين قال لها ما جريتش علشان انا جاي اتكلم معاكي. البت اتعصبت اكتر وفعلت تعويذة اكبر وهجمت عليه تاني، بس المرة دي التعويذة كانت فعلا هتقضي عليه. بس تانية وكناي الصديق وقت الضيق بيلحقوه في اخر ثانية. الجنية اول لما لقيتهم بيضحوا بحياتهم علشانه قامت لغت التعويذة بسرعة وسألتهم انتوا بتعملوا عشانه كده ليه؟ البنات بيبدأوا يفهموها انه طيب وجدع وغلبان وما يستاهلش اي حاجة وحشة تحصل له. الجنية بتقتنع بكلامهم وبتروح على رين علشان تعتذر له، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض وبيقعدوا علشان يتكلموا. رين بيبدأ يحكي لها هما جايين هنا يعملوا ايه. البنت بتفهم ان هما جايين علشان ترس الحقيقة، وبتقول له الترس ده موجود في قرية الجنيات بتاعتنا، وانا عاملة حواليها حاجز يحميها، ومش هسمح لأي حد ان هو يدخلها ولا حتى انتوا، بس انا ممكن اروح واجيب لكم الترس لحد هنا. العيال بيشكروها وبيقولوا لها تمام مستنيينك، وفعلا بتروح تجيب لهم الترس وترجع على طول. البت بتقول لهم يلا مش خدتوا اللي انتوا عاوزينه، امشوا من هنا. ريم بيشكرها وبياخد الترس والبنات وبيمشوا. بس البت واضح ان هي كانت عايزه تقول لهم حاجه بس منعت نفسها. بس طبعا رين حس بيها ورجع لها، بيقول لها مالك في ايه، احكي لي اللي جواكي. البت بتبدا تحكي له ان ليها اخت توأم اسمها رونا، احنا الاتنين كنا واقفين مع بعض هنا علشان نحمي القرية بتاعتنا، بس في يوم واحنا واقفين طلع لنا وحش من جيش ملك الشياطين وهجم علينا. حاولنا ان احنا نهجم عليه عشان نتخلص منه، بس للأسف كان اقوى منا وقضى علينا. بس على اخر لحظة رونا ضحت بنفسها علشان انا افضل عايشة، وخلتني انا هربت على طول، وهي دلوقتي محبوسة عنده وانا مش عارف اعمل حاجة. وبعدها رحت لكبير القرية علشان يساعدني بس رفض ان هو يساعدني، وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، ومش عارفه برضه افضل قاعده كده وانا مش عارفه احمي اختي. ريم بيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه، احنا هنحاول نرجع لك اختك وتتجمعوا ببعض تاني. البت بتتبسط جدا وبتترمي في حضنه وهي عماله تعيط. وفعلا ريم بيجمعهم كلهم علشان يحطوا خطه يقدروا بيها ان هم ينقذوا رونا من الوحش الكبير ده. وقفنا المره اللي فاتت بعد ما رين عمل اجتماع هو وسورة والبنات علشان يروحوا ينقذوا اختها. بعد ما بيخلصوا سورة بتفضل في الغابة علشان تحميها، ورين بياخد البنات ويطلعوا على المكان اللي فيه الوحش. أول لما بيوصلوا على المكان بيلاقوا الوحش قاعد ورونا مربوطة بسلاسل ومتعلقة جنبه.
رين ما بيستناش وبيهجم على الوحش بكل قوة هو والبنات، بس للأسف ولا ضربة أثرت فيه، وبيعرف إن هما جايين علشان يحرروا رونا، فبيقرر إن هو يخلص عليها، وخلاص كان هيقضي عليها، بس على آخر لحظة تانية بتتدخل وبتنجح إن هي تنقذها. الوحش ساعتها بيتعصب جدا، وبيبدأ إن هو يفعل قوة كبيرة يدمر بيها المكان كله، بس رين طبعا مش هيسيبه ومش هيسكت، وبيفعل تعويذة يعوض بيها شوية حشرات يلهي بيها الوحش. وبيقول لكناري بعد ما خلص التعويذة عايزك تقضي عليه بضربة واحدة. كناري بتقول له بس هي ضربة واحدة هتقتله؟ رين قال لها اعملي بس اللي بقولك عليه، وبيبدأ يفعل تعويذة قوية. كناري جسمها بيبدأ ينور، وبتبدأ إن هي تهجم على الوحش، وهوب بضربة واحدة دبل كيك بتشقلطه وبتخليه يختفي تماما من الوجود. تانية بتيجي وبتقول لرين ايه يا عم التعويذة الجامدة اللي انت عملتها دي؟ رين بيقول لها خدي بالك دي أقل حاجة عندي، وبيفرحوا جدا باللي هم عملوه. وبعدها بيرجعوا رونا لاختها اللي أول ما بتشوفها بتفضل تعيط وهي واخداها في حضنها، وبيبدأوا هما الاتنين يروحوا لرين ويشكروا على اللي عملوا معاهم، وبيقرروا كمان إن هما يسيبوا المكان ويمشوا معاه علشان مش هيعرفوا يسامحوا الناس اللي تخلوا عنهم. بس للأسف هما ما يعرفوش أي حاجة بره. كناري في الوقت ده بتقترح عليهم إن هما ينضموا للفريق بتاعهم. البنات بيوافقوا، ورين هو كمان ما بيعترضش، وبيطلبوا منه إن هو يعمل عقد معاهم. رين بيتردد علشان مش عارف يعمل عقد إزاي مع الجنيات، بس تانية بتقوله جرب يا عم، هو أنت هتخسر حاجة؟ وفعلا رين بيبدأ إن هو يركز طاقته، وبينجح فعلا إن هو يوصل لحل ويعمل العقد معاهم. وبكده الفريق بيكبر وبقى مكون من تانية وكناري وصورة ورونا، وطبعا على راسهم المعلم رين. رين بعدها بياخد تيس الحقيقة ويطلع على فرقة الأبطال ويسلمه له. أريوس أول لما شافه كان مصدوم جدا ومستغرب، وبيقول له ازاي قدرت تجيب التيس بالسرعة دي؟ أكيد التيس اللي انت جايبه ده تيس مزيف. بس واحدة من فرقة الأبطال بتعمل تعويذة وتكشف على التيس، وبتعرف إن هو حقيقي مش مزيف. أريوس كان هيولع وهو قاعد مكانه. رين بياخد المكافأة وبيسيبهم ويمشي، وبعد ما بيمشي أريوس بيكون متضايق جدا، وشكله كده لسه شايل منه من ساعة العلقة اللي اداها له، وبيتوعد له إن هو مش هيسيبه في حاله. تاني يوم رين بيكون قاعد مع البنات وبيقول لهم احنا جمعنا فلوس كتير قوي من المهمات اللي عملناها، وجي الوقت ان احنا نصرفها. تانية بتقترح عليه انه يجيب له سلاح حلو كده ومحندق عشان يطلع بيه المهمات. رين بيرحب جدا بالفكرة، وبياخد البنات ويطلعوا على الحداد علشان يشتروا السلاح. وبيوصلوا على مكان الحداد واللي كان باين عليه ان هو مش طايقهم. رين بيبدأ يدور على السلاح المناسب، بس بيحس بحاجة كده غلط في المكان ده. في الوقت ده بيدخل زبون على الحداد وبيديله فلوس مقابل سلاح قوي جدا. الحداد بيطلع سيف وبيديهوله. بعد ما الزبون بيمشي رين بيروح على الحداد وهو متعصب وبيقوله السيف اللي انت اديتهوله ده مش تمام، انت عندك أسلحة أحسن منه بكتير، ليه ضحكت عليه واديتله السيف ده؟ الحداد في الوقت ده فرح جدا انه اخيرا لقى حد بيفهم في الأسلحة، وبدأ يحكي لرين عن السبب، وبيقوله انا اي سيف بعمله بعتبره عيل من عيالي، ومش عايز حاجة غير إن هم يكونوا مع شخص فعلا يستحقهم، وكمان أنا عندي أسلحة قوية جدا تعبت فيهم جدا وأنا بعملهم. رين قال له طب أنت مخبيهم ليه؟ الحداد قال له أنا في الأول أي حد كان عايز سلاح كنت بديله، بس بعدها كنت بلاقيهم رامين السيوف دي في الشارع وعايزين يشتروا بيها. هم مش فارق معاهم قوة السلاح، هم كل اللي عاوزينه إن هم يكون معاهم سلاح يتمنظروا بيه. رين بيفهم كلام العجوز وبيقول له أنا عايزك بقى تعمل لي سلاح من الآخر. الحداد بيقول له ماشي، بس إحنا عندنا مشكلة صغيرة جدا. رين بيقول له مشكلة إيه؟ الحداد بيقول له هي بس المادة اللي بصنع بيها الأسلحة مش موجودة عندي. رين بيقول له طب نجيبها منين؟ الحداد بيقول له أنا في منجم كنت بجيب منه المادة دي، بس للأسف ما بقتش بجيب منه حاجة، وشاكك كده إن في حد بيسرقني. رين بيقول له طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ الحداد بيقول له دي مهمتك بقى يا بطل، تروح المنجم وتكتشف لي ايه اللي بيحصل هناك. رين بيقول له اتفقنا، وبيسيبه ويمشي. اول لما بيوصلوا على المنجم رين بيلاحظ وجود طائر غريب بيطير فوقيهم. لسه ما خدوش نفسهم بيلاقوا 2 طالعين من المنجم وهيهجموا عليهم، بس يا عيني العيال ما بيلحقوش يعملوا حاجه، وكناري وتانية بيجيبوهم في شويه. سورة ورونا وقتها بيفعلوا تعويذه علشان يعرفوا مين اللي جوه المنجم، وبيعرفوا ان في جوه 5 اشخاص هم اللي بيسرقوا المنجم. رين بيقول لهم يعني كده فاضل 3 جوه بعد ما خلصنا على 2 منهم، بس ال3 اللي جوه في منهم مروض وحوش، شكلها كده الحوار ده مش سهل، فخدوا استعدادكم. اول لما بيدخلوا المنجم العيال اللي جوه بيبداوا يهجموا عليهم بالنار. سورة ورونا بيبداوا يستخدموا قوتهم ويصدوا الضربات بتاعتهم. العيال بيبداوا الهجوم تاني، بس تانية وكناري بيجيبوهم في شويه.
رين وقتها بيوصل على الواد مروض الوحوش وبيقول له استسلم أحسن لك بهدوء وما تتعبنيش معاه. بس الواد شكله مطاشم وما بيسمعش وبيهجم على رين، بس رين بيديله بوكسة في بطنه وبيكومه على الأرض. الواد بيتعصب جدا وبيقول ما بدهاش بقى، وبيبدأ إن هو يفعل تعويذة والكل بيسمع صوت وحش داخل عليهم. رين أول لما بيشوف الوحش بيتصدم جدا وما بيكونوش مصدقين هو ازاي الواد روض الوحش ده. رين بيقول له انت عملت كده ازاي؟ الواد بيقول لرين انا لقيته وهو صغير وربيته، عشان كده هو ما عندوش اي مشكلة معايا، واجهز بقى علشان هيخلص عليك دلوقتي. الوحش بيهجم على رين ورين بيحاول ان هو يفادي هجماته، بس المشكلة ان المنجم بيتكسر فوقيهم. رين في الوقت ده بيطلب من كناي ان هي تخرج الناس بره. كناي بتقول له ماشي وبتخرج فعلا الناس، وبيفضل رين جوه مع الوحش وبرضه عمال يحاول يفادي ضرباته بس مش عارف. كناي في الوقت ده بتطلب من تانية ان هي تخلي بالها من الناس وهي هتدخل لرين، وفعلا اول لما بتدخل بتنجح ان هي تنقذه على اخر لحظة من تحت الوحش. رين بيقول لها بصي اعملي اللي انا هقولك عليه دلوقتي، وبيقول لها احنا مش هنعرف نهزم الوحش ده غير لما نهزم مروض الوحش نفسه الاول، فعلشان كده انا ههجم على الوحش وانت هتخلي مروض الوحوش يلغي تحكمه عليه. كناي بتقول له قشطه اتفقنا، وفعلا رين بدأ ان هو يهجم على الوحش وفي نفس الوقت يفادي ضرباته، وكناي هي كمان بتنجح ان هي تمسك الواد وتثبته. رين بيقول للواد ها يا ابني خلصني استسلم. الواد قال له مش هيحصل، وأمر الوحش ان هو يهجم بقوه اكبر على رين. رين في الوقت ده ما بقاش عارف يعمل اي حاجه، والمنجم من كتر الهجمات شكله خلاص هيقع عليهم. رين في الوقت ده بتجيله فكره ان هو يروض الوحش ده مكان الواد. هي فكره مستحيله بس ما قداموش حل غير كده، وفعلا رين بيقف مكانه وخلاص الوحش كان هيقضي عليه. كناي اترعبت جدا، بس مره واحده الوحش سبت ووقف مكانه. يا ترى ايه اللي حصل؟ هو اللي جه في بالك، رين نجح ان هو يروض الوحش. الواد اتصدم جدا وقال لرين انت عملت ايه؟ انا اللي مروض الوحش ده ومحدش يقدر يروضه غيري. وبيبدأ ان هو يدي اوامر كتير للوحش علشان يهجم على رين، بس السحر بيتقلب والوحش بيهجم عليه هو علشان يقتله. بس في اللحظة دي رين بيتدخل وبينجح ان هو يقضي على الوحش بضربة واحدة. رين بيقول للواد الاوامر الكتير اللي انت اديتها له دي كانت هتخليه يقلب عليك ويقتلك انت، تعال نقعد قعدة حلوة كده واحكي لي ايه اللي حصل. الواد بيطلع مع رين وبيبدأ يحكي له ان الحداد ادالهم اسلحة رديئة قبل كده هو وكل اللي معاه، والاسلحة دي كانت بتجلي معاه في المهمات، وعرف ان الحداد بيضحك عليه وعلشان كده قرر ان هو ينتقم منه ويسرق المنجم بتاعه. رين بعد ما بيسمع الواد بيطلع على الحداد وبيحكي له كل اللي حصل. الحداد ساعتها بيحس بغلطه وبيقرر ان هو يعمل اسلحة قوية لكل الناس، ورين بيبدأ يقوله على مواصفات السلاح اللي هو عايزه، والدنيا بتبقى 100 فل و10. على الناحية التانية بقى أريوس كان عامل مسابقة للتقديم على فرقة الأبطال. ناس كتيرة جدا بتروح تقدم بس ما بيوافقش على ولا واحد فيهم لأنه عاوز واحد زي رين بالظبط. البت اللي معاه بتقوله ما تقارنش بحد برين لأن أنت مش هتلاقي زيه. أريوس بيتعصب عليها جدا فالبت بتسيبه وتمشي، وبعد ما بتمشي أريوس بيطلع خاتم ملعون من الدرج بتاعه وبيبدأ يقول أنا مش هسيبك يا رين وهخلص عليك في أقرب وقت. ورجعنا لكم مرة تانية بحكاية رين، ولو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت روح شوفها بسرعة وتعالى كمل معانا. يلا بينا. رين بياخد صورة ورونا وبيبدأ إن هو يفسحهم في البلد ويجيب لهم حاجات حلوة، وبيسألوا رين وبيقولوا له إيه نوع القوة اللي أنت اكتسبتها من تعاقدك معانا؟ رين بيقول لهم في الحقيقة لسه ما عرفتهاش. البنات بيتعصبوا جدا عليه. رين بيقول لهم ما تقلقوش هعرفها قريب، وبيرجعوا يكملوا طريقهم. بس وهم راجعين ابن حاكم المدينة بيشوف صورة رونا وبيعجبوه وبيدخلوا دماغه، وبيسألهم على اسمهم وبيجاوبوا عليه، وبيقول لهم انتوا هتيجوا تشتغلوا عندي. رين واقف مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل. رين بيقول له انت مين يا حبيبي وعايز ايه؟ الواد بيقول له انا ابن حاكم المدينة واي حاجة بعوزها بتكون موجودة عندي وبالعافية. رين اتضايق جدا وقال له بس ده مش هيحصل مع البنات. الواد اتعصب وامر حراسه ان هم يضربوا رين وياخدوا البنات بالعافية، بس شكله غلبان وما يعرفش حاجة، ورين بيرقد العيال كلهم على الأرض. الواد ابن الحاكم اتعصب جدا وقال لرين انت لو ما جبتش البنات دي انا هقتل كل الناس اللي موجودة. رين بيقول له هتقتل شعبك؟ الواد قال له انا حر وملكش دعوة، ولو ما جبتش البنات انا هقتلهم كلهم. رين بقى واقف محتار جدا ومش عارف يعمل ايه، بس فجأة في تعويذة بتظهر في دماغ رين ودي نتيجة تعاقده مع صورة ورون. رين بيبدأ يتحكم في التعويذة دي وبيعمل عدد كبير جدا من كرات النار، وبينجح ان هو يقتل بيها كل الجنود،
وينقذ الناس في ثانية واحدة. الواد واقف مصدوم جدا ومش مصدق اللي بيحصل. رين بيرفع السيف في وشه وبيقول له أنا لو شفتك في طريق تاني اعتبرها آخر مرة ليك في الدنيا. الواد اترعب جدا ولم جنوده قال يا فكيه. سورا ورونا اتبسطوا جدا من اللي حصل وشكروا رين، والناس اللي كانوا موجودين كمان بدأوا إن هم يشكروه. بس واحدة من اللي واقفين قالت له أنت دلوقتي يا ابني لازم تهرب من هنا بسرعة. رين اتصدم جدا من كلامها، بس عرف هي بتقول كده ليه، وده علشان حاكم المدينة هنا راجل ظالم وبيعمل أي حاجة عايزها ابنه مهما كان التمن. رين في الوقت ده رجع لتانيا وكناري وعرفهم كل اللي حصل. تانيا لما سمعت الكلام اتعصبت جدا وكانت عايزة تروح تقتل الواد وابوه. رين هداها وقال لها احنا لازم نفكر بعقلنا علشان ما نعملش حاجة نندم عليها بعدين. رين عمال يفكر ويشوف هو هيعمل ايه، بس لقى البنات بيقولوا له احنا عارفين ان انت عايز تهربنا من المدينة وتحافظ علينا، بس احنا عايزين نساعدك وعايزينك تشاركنا معاك. احنا حبينا المكان هنا وحبينا الناس دي وعايزين نقعد معاهم. رين بيفرح جدا بكلامهم وبيقتنع بيه. على الجانب الآخر بقى ابن حاكم المدينة كان قاعد على مكتبه وهو متضايق جدا، وبينده على قائد الفرسان وبيطلب منه ان هو يقبض على رين مهما حصل. وبعدها بيرن الجرس وبتدخل واحدة من البنات اللي هو مشغلهم عنده وبيبدأ ان هو يعتدي عليها، والبنت يا عيني غلبانة ومش عارفة تعمل حاجة. تاني يوم رين بيروح على نقابة الفرسان علشان يعمل شكوى في ابن الحاكم. البت اللي واقفة هناك بتتصدم من كلامه بس ما بتكتبش أي حاجة، ولسه رين هيكمل كلامه بيلاقي مجموعة من الفرسان جت وقفت وراه وبيقولوا له احنا سمعنا عن كل اللي حصل، ودي كانت خناقة صغيرة وما حصلش حاجة. رين بيتعصب جدا وبيعرف ان هم كلهم مطبخينها سوا، بس في الوقت ده كان في بنت واقفة وبتتصنت عليهم. بس رين بياخد كناري وبيمشي، بس أول لما بيطلع البنت اللي كانت بتتصنت عليهم بتطلع لهم وبتبدأ إن هي تعتذر لهم وبتقول لهم إحنا عارفين إن الحاكم هنا ظالم، ومعظم الفرسان اللي هنا كلهم بياخدوا رشوة عشان يسكتوا إلا أنا ومعايا شوية كمان، وإحنا عاوزين نرجع الحق لأصحابه وكل حاجة تمشي صح. وطلبت من رين وفريقه إن هم يساعدوهم. رين كان شاكك فيها في الأول بس بعد كده بيوافق على اقتراحها وبيعرف إنها اسمها ستيلا. البت فرحت جدا إن رين وافق على طلبها. رين بعدها بيجمع فريقه وستيلا هي كمان بتجمع فريقها وبيبدأوا إن هم يحطوا خطة علشان يقضوا على كل الخونة في المدينة. وأول لما حطوا الخطة طلعوا على الحداد وخدوا أسلحتهم، ومن هنا تبدأ المعركة. أول حاجة في الخطة بقى إن هم طلعوا إشاعة إن في دليل في أحد المستودعات بيدين الملك وكل الناس اللي معاه. الفرسان أول لما سمعوا الكلام ده اتجننوا وقرروا إن هم يروحوا بالليل للمكان ده ويقضوا على كل الأدلة. وفعلا بيروحوا بالليل، وأول لما بيدخلوا رين بيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني، فبيحاولوا إن هم يهربوا من الباب بس الباب بيتقفل. رين نجح إن هو يخلص عليهم كلهم وبدأ يهجم على القائد، بس القائد نجح إن هو يصد هجوم رين بكل سهولة. ستيلا في الوقت ده طلبت من رين إن هي اللي تقتل، وفعلا بتروح عليه وبتقول له استسلم بكل هدوء من غير شوشرة. الواد بيتعصب جدا وبيقول لها ده على جثتي، وبيهجم عليها ويديها بوكس وبيطيرها. رين اتخض عليها جدا بس البنت قامت تاني وبتهجم على القائد بكل قوتها وبتنجح ان هي تخلص عليه. وبكده رين واصحابه يكونوا نجحوا ان هم يخلصوا على كل الفرسان، ومش باقي غير الحاكم الظالم وابنه. ابن الحاكم ساعتها عرف كل اللي حصل وبدأ ان هو يطلع كل غضبه في البنت الغلبانة اللي معاه دي. بس مرة واحدة بيلاقي واحد لابس عباية ومتخفي واقف في الشباك وبيقول له انت لو ما نجحتش ان انت تقضي على رين هيقضي عليك ويدمر لك حياتك كلها وهيرميك في السجن وهتبقى منبوذ ومحدش هيعبرك. ابن الحاكم بيقول له انت مين يا عم وايه اللي بتقوله ده؟ الراجل بيحدف له خاتم وبيقول له الخاتم ده ملعون وهو اللي هيخليك تقضي على رين. الواد بيمسك الخاتم وبيبص له وهو فرحان جدا وكأنه خلاص قضى عليه. بيبص بعدها على الراجل بيلاقي اختفى. في الوقت ده بقى ستيلا وبقية جنودها بيوصلوا على بيت الحاكم علشان يعتقلوه هو وابنه، بس جنود القصر بيقفوا لهم وبيطلعوا أعداد كبيرة عشان تهاجم عليهم. المعركة بتبدأ تحت في الساحة وابن الحاكم واقف فوق يتفرج ومستني ظهور رين في أي لحظة. رين في الوقت ده بياخد صورة ورونا وبيدخلوا جوه القصر وبيطلب منهم إن هم يحرروا كل الناس وياخدوهم لمكان آمن، وأنا هروح لابن الحاكم وأشوف الدنيا معاه بتقول إيه. البنات بيبقوا خايفين عليه بس هو بيطمنهم. بيسيبهم رين ويطلع لابن الحاكم، بس وهو في الطريق بيلاقي بنت محبوسة في قفص، فبيكسر القفص وبيدخل علشان يحررها. البنت بتبقى خايفة جدا بس رين بيطمنها،
فالبنت بتترمي في حضنه وهي عمالة تعيط، وبتبدأ تحكي لين عن إن هي إزاي وصلت لهنا، وبتعرفه إن هي اسمها نينا. رين بعد ما بيسمع قصتها بيقول لها ما تقلقيش من أي حاجة، أنت دلوقتي بقيتي حرة. نينا بتقول له بس الصور العبودية اللي أنا لابساه ده عليه تعويذة قوية جدا وممكن تقتلك. رين بيقول لها ما تقلقيش من أي حاجة وأنا هخلصك منه. رين فعلا بدأ يستخدم قوته علشان يفك صور العبودية ده، بس التعويذة اللي كانت عليه كانت قوية جدا وبدأت إن هي تهاجم رين. البت كانت قلقانة على رين جدا وخايفة، بس في الآخر رين بيجمع كل قوته وبينجح إن هو يفك الصور ويحررها. البت بتفرح جدا وبتبدأ تعيط وهي في حضنه. في نفس الوقت ده بقى المعركة كانت لسه شغالة تحت وكله عمال يدعك في كله، وتانيا وكناي مش ساكتين وشغالين شمال ويمين. وسورا ورونا بيتدخلوا في الوقت ده بعد ما نجحوا ان هم ينقلوا الناس لمكان امن وبيخلصوا على بقية الحراس. الحاكم في الوقت ده بيدخل على ابنه وبيقول له هو ايه اللي بيحصل. ابنه بيبدأ يطمنه وبيقول له ما تقلقش، انا هخلصك من كل ده دلوقتي، روح انت بس اتدارى في مكان امن وما تقلقش من اي حاجة. الراجل قال له ماشي يا حبيبي وسابه ومشي. ريم بقى في الوقت ده بياخد نينا ويوصلها تقعد مع بقية البنات. بعدها بيبصوا بيلاقوا الحاكم بيهرب وطالع يجري، بس ريم بينجح ان هو يقبض عليه ويكتفه. بس في الوقت ده ابن الحاكم بيظهر وبيستخدم الخاتم على رين علشان يقتله، وبيظهر قدام رين وحش عملاق جدا بيسموه حاصد الارواح، وشكلها كده هي دي نهاية رين. على سطح القصر بقى في الوقت ده ايوس كان واقف وفرحان جدا باللي بيحصل لرين، وبيقول اخيرا هتخلص منك يا رين. وبعدها بيطير ويمشي، بس فجأة بنلاقي رين عايش وما ماتش ولا حاجة. الكل واقف مصدوم، هو ايه اللي حصل؟ وبيتضح ان القوة اللي اكتسبها من رونا وسونا هي اللي انقذته من حاصد الارواح. ابن الحاكم كان قاعد وهو متعصب ومتضايق جدا، ولما شاف نينا واقفة معاهم اتضايق اكتر. بس في الوقت ده طاقة كبيرة طلعت من الخاتم وبدأت ان هي تبلع ابن الحاكم. رين واقف مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل، بيحاول رين ان هو ينقذه بس بدون فايدة. وفجأة الطاقة دي اتجمدت وبدأ يطلع منها وحش كبير جدا ومخيف. رين واقف مرعوب ومش عارف يعمل ايه. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت روح اتفرج عليها بسرعة وتعالى واتفرج معانا على المدعكة اللي هتحصل النهاردة. بيظهر وحش عملاق جدا ورين واقف مرعوب بيبصله وبيفتكر ايام ما كان صغير. هو ده الشيطان اللي قتل ابوه وامه وخلص على قريته كلها. الشيطان بيبدأ يقول لهم انا كان بودي اقتلكم كلكم دلوقتي، بس اروح لمكان فيه اعداد اكبر اقدر ان انا اخلص عليه. وبعدها بيسيبهم ويطلع على العاصمة. رين وفريقه اتعصبوا جدا وكانوا عايزين ينقذوا الناس بأي طريقة، وعلشان كده رين بيقرر ان هم هيروحوا ويواجهوا الشيطان، وستيلا هيكون دورها ان هي تخلي المدينة وتودي الناس لمكان آمن. بيوصلوا على المكان اللي فيه الشيطان وبيلاقوه بيدمر في اي حاجة بتيجي قدامه. الشيطان بيقول لهم كويس ان انتوا جيتوا علشان اقتلكم بالمرة، بس كناي ما بتخليهوش يكمل كلامه وبتهجم عليه وهوب بتديله بوكس وبتوقعه على الارض. تانية هي كمان بتهجم عليه وين في الوقت ده بيكتفه بالسلاح بتاعه، بس الشيطان بينجح ان هو يفك نفسه بكل سهولة. بس في الوقت ده سورا ورونا بيفعلوا تعويذة وبيهجموا عليه وبيدمروا الارض كلها حواليه، بس للأسف ما بيحصلوش اي حاجة. الشيطان بيقول لهم على فكرة 5 على 1 كتير، علشان كده انا هستعين ببعض اصدقائي. وفعلا الشيطان بيبدأ يستدعي عدد كبير جدا من الوحوش وبيخلوهم يهجموا على رين وفريقه. بينجحوا ان هم يخلصوا عليهم، بس للأسف الأعداد عمالة تزيد وما بتخلصش. الشيطان في الوقت ده بينتهز الفرصة وبيضرب كناي بتعويذة كبيرة. رين وسورا ورونا بيحاولوا ان هم يعالجوها، وتانية كانت بتحاول ان هي تصد السحر بتاعه، بس في الآخر بينجح ان هو يصيبها. بعدها الشيطان بيبدأ ان هو يضرب هجمات تاني على كل المدينة. رين في الوقت ده بيتعصب جدا وبيضرب عليه تعويذة بسحر النار، وسورا ورونا هما كمان بيهجموا عليه بتعويذة من تعويذ الجنيات. ورين في الوقت ده بينجح ان هو يعالج تانيا وكناي وبيقول لهم يلا بينا نخلص عليه. تانيا وكناي بيطيروا عليه فعلا وبيبدأوا ان هم يهجموا عليه بكل قوة ومن كل مكان، وبينجحوا ان هم يطيروه في السماء. وسورا ورونا بيهجموا عليه هم كمان، وكل الهجمات دي أدت ان دراع الشيطان يتقطع، بس للأسف هو لسه واقف على رجليه وبيستدعي كمية وحوش أكبر وبتملى المكان كله، وبيسيبهم وبيطير في السماء علشان يعمل تعويذة، وبالتعويذة دي هيقدر إن هو يخلص على المدينة كلها. رين في الوقت ده بتجيله فكرة يقضي بيها على الشيطان،
بس هو مش عارف يعمل كده ازاي وسط كل اللي بيحصل ده، فبيخلي سورة ورونا ينقلوا الناس لمكان آمن، وكناري وتانية هيحاربوا هما الوحوش ويفضوا الطريق ليه. وفعلا سورة ورونا بيوصلوا على ستيلا اللي كانت بتحارب وحوش ونجحت إن هي تخلص عليهم، وبيعرفوها باللي بيحصل وبيخلوها تجمع كل الناس علشان ينقلوهم لمكان آمن. ستيلا بتقول لهم ماشي وبتروح إن هي تجمع الناس كلها، وكناري وتانية في الوقت ده كانوا بيخلصوا على الوحوش. هين كان عاوز يساعدهم بس هم قالوا له وفر طاقتك دي لراس الكبير. في الوقت ده سورة ورونا كانوا نجحوا إن هم يجمعوا الناس وخلاص هينقلوهم لمكان آمن، بس الوحوش كانت قربت عليهم ولازم ينقلوهم بسرعة. على الناحية التانية بقى هين وكناري وتانية الوحوش حصرتهم من كل حتة، بس مرة واحدة هين بيلاقي كل أعضاء النقابة جم وبدأوا يحاربوا معاه ويخلصوا على الوحوش. بس في الوقت ده نينا كانت قاعدة متضايقة علشان مش عارفة تساعدهم، فبتطلع تجري على عينه وتحضنه اللي كان في الوقت ده بيعمل تعويذة على الشيطان بس مش عارف يعملها علشان بعد المسافة بينهم، وبيقول لازم تعويذة تنقلني قدامه علشان أعرف أواجهه. تانية وكناري بيحاولوا يفكروا في أي حل بس ما بيوصلوش لحاجة، بس في الآخر الحل بيطلع عند الشبه ونص نينا، لأن هي عندها القدرة على الانتقال بشكل مفاجئ لأي مكان هي عايزاه. رين أول لما بيعرف بيطلب منها إن هي تساعده، وهي طبعا بتوافق. رين خد على ظهره وبدأ إن هو يجري ناحية الشيطان اللي أول لما شافه بدأ إن هو يهجم عليه، بس رين بيستخدم مهاراته وبينجح إن هو يهرب منه. بعدها الشيطان بيضرب تعويذة كبيرة على رين علشان يخلص عليه، بس رين بينجح إن هو يستخدم قوة نينا في الانتقالات ويوصل عند الشيطان بكل سهولة. الشيطان اتصدم جدا وبيحاول إن هو يهرب بس رين وراه. رين في الوقت ده بيعمل تعويذة تقوية وبيستخدمها على الشيطان وبيحبسه. طاقة الشيطان بتتجمع على جسم رين وكان خلاص هيموت، بس بيبدأ يفتكر الذكريات اللي مر بيها وكل الناس اللي المفروض يحميها، وقوته بتبدأ إن هي ترجع له تاني، وبيبدأ إن هو يزعق للشيطان ويتحكم في كل الوحوش اللي حواليه. الشيطان بيتعصب جدا وبيبدأ يهجم على رين علشان يخلص عليه، بس رين في الوقت ده بيعمل تعويذة مضادة وبيخلي كل الوحوش تهجم على الشيطان، وفعلا بيهجموا عليه وبيبدأوا إن هم ياكلوا فيه حتة حتة. وفعلا رين بينجح إن هو ينتصر على الشيطان، والشيطان جسمه بيبدأ يتفك حتت، ورين ونينا طاقتهم بتخلص وبيبدأوا يقعوا من الجو، بس تانية بتطير عليهم وبتلحقهم بكل سرعة، وكلهم بيبقوا مبسوطين وفرحانين جدا باللي حصل. وبتعدي الأيام ونينا بتطلب من رين إن هو يضمها الفريق. رين بيرحب بالفكرة وبيبدأ إن هو يتعاقد معاه، وبكده فرد جديد بينضم للفريق بتاع رين. رين بعدها بيطلع على النقابة وبيقابل ستيلا هناك. البنت بتاع النقابة بتبدأ إن هي تهني رين إن هو هزم الشيطان، وإن كمان مرتبته علت وبقى في المرتبة التالتة. الفريق كله بيفرح بيه جدا وبيبتدوا إن هم يحضنوه. رين بعدها بيسأل البنت بتاع النقابة على بيت كويس يقعدوا فيه علشان هم عددهم بقى كبير. البنت قالت له حلك عندي. بتبدأ تاخدهم وتلففهم على البيوت يتفرجوا عليها بس ولا بيت عاجبهم، لحد اما اخيرا بيلاقوا البيت المناسب اللي هيقعدوا فيه. البيت قالت لهم البيت اللي انتوا اخترتوه ده بيت مميز جدا بس هو فيه حاجة صغيرة جدا. رين قال لها فيه؟ قالت له هو فيه شبح ساكن فيه. كناري اول لما سمعت اترعبت جدا. رين بيطمنهم وبيقول لهم ما تقلقوش انا هدخل ابص بص. رين بدأ يلف في البيت وكله تمام التمام، بس اول لما دخلوا الصالة المصيبة بتحصل. العفش كله بدأ يتحرك حواليهم. بعدها بيسمعوا صوت بيقول لهم اخرجوا من هنا، وبيبدأ الشبح يظهر قدامهم على هيئة بنت وبيخوفهم. سورة ورونا بيحاولوا ان هم يهجموا عليه بس بدون فايدة، بس بيجمعوا كلهم قوتهم وبيهجموا عليها وبينجحوا ان هم يسيطروا على الشبح ده. بعدها بيقعدوا ويتكلموا وبيتعرفوا كلهم عليها واسمها تينا، وبتبدأ ان هي تحكي لهم عن قصة حياتها. وبعد ما بتخلص بتقول لهم طالما انتم مخفتوش مني وخلاص هتقعدوا هنا امشي انا بقى. بس رين طبعا بيرفض وبيقترح عليها خلاص ان هي تقعد معاهم. البنات كلهم بيوافقوا والكل بيكون مبسوط وسعيد. بعدها بيقعدوا ياكلوا لقمة مع بعضهم كلهم. رين بيبص لهم وبيبدأ ان هو يفتكر ذكرياته مع عيلته، وبتبدأ عينه تدمع بس بيكون مبسوط جدا باللي هو وصل ليه. وبيعيش الكل مع بعض وبتعدي الأيام وهم عايشين كعيلة واحدة ومبسوطين وفرحانين. وبكده بيخلص الأنمي بتاعنا. قولنا ايه رأيك فيه واستنوا الملخصات اللي جاية ومش هنأخر عليكم. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة.
سلام.